ايه رأيكم في الكمية الكبيرة دي؟ العيش الحلو ده الجميل من صدر فرخة عملنا الكمية الكبيرة دي. تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا الكمية الكبيرة دي ازاي والطريقة ازاي، ولحظة ولحظة معانا ويلا بينا. صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل مع بعض الفراخ اللي العيال مش عايزه تاكله، هي ايه الصدر، شايفين مش راضيين العيال ياكلوه خالص. احنا هنعملوه بطريقه حلوه، طريقه سهله شبه الشاورما اللي ما يجيبوها من بره، هتعجبك خالص وطعمها حلو وخطير، لو جربتيها مش هتندمي خالص. هنقطع مع بعض ونشوف. هنجيب البلانشي، حطينا البلانشي شايفه، ونقطع الفراخ بهذا الوضع، نطلع اي عظم فيه كده. هنوريكم الطريقه ازاي تخلي العيال يحبوا خالص خالص وما يستغنوش عنه. بهذا الوضع كده نخلص الكميه كلها ونرجع لكم. خلصناهم تقطيع بهذا الوضع كده زي ما انتم شايفين. هنروح نقطع باقي المكونات. هتعجبكم الاكله وتقولوا عليها اكله حلوه ومش متعبه، وبدل ما اللحمه من العيال مش راضيه تاكلها هتاكلها وهتقول كل مرة اعملي لنا منها. هنقطع دلوقتي البصل، ما تعملوهوش بالمبشرة عشان طعمه يبقى حلو لما تعمليه بالسكين. هي المبشرة اسهل بس احنا عاوزين الاحلى يعني. احنا خلصنا تقطيع البصل، دلوقتي هنقطع الطماطم. هذا الطماطم خلصنا تقطيع الطماطم زي ما انتم شايفين كده. هنروح نكمل باقي المكونات ونرجع لكم. ودلوقتي هنعمل كم قرن فلفل. وادي الفلفل خلصناهم تقطيع، ويلا بينا نشتغل على البوتاجاز نشوف مع بعض. شايفه احنا حاطين السمنه على النار، وهنجيب اول حاجه البصل. هنحط اول حاجه ايه؟ البصل، ونسيب البصل لغاية ما يدبل معانا، ونجيب عليه الملح. دلوقتي احنا خلاص البصلة دبلت، هنحط الثوم. هنحط معلقة الثوم يعني كم فص، معلقة يعني، ريحة الثوم تطلع ونشوف هعمل ايه تاني. انا هنحط التوابل. شايفين انا خدت شوية ملح الاول اللي حطيتهم هنا من دول، وهنا توابل مشكلة، هنا فلفل اسود، هنا كمون، هنا شطة حمراء، كزبرة ناشفة، ورق لورا مع قرص الطيب. أنا حطيت الفراخ. هنحط دلوقتي الفلفل الأخضر بهذا الوضع، نسيبوهم يدبلوا شوية كده مع بعض، نقعد نقلب إيدنا فيهم على طول. هحط دلوقتي الطماطم. هنحط دلوقتي مكعب مرقة، يعني هتاكلي أحلى أكلة مكعب مرقة خضار. هو معيش مكعب مرقة ماجي. دلوقتي هنعملهم بالهراسة علشان الطماطم تنزل ميتها معاهم ويبقوا تراب. أولادك هيعشقوها كده. هنحشيهم ونوريهم لكم. احنا خلاص هنطفي عليهم، خلصنا. شايفة انا جبت العيش الفينو اعمل اولادي كلهم ياكلوا. هنعمل نص نص كده عشان يبقى خفيف معاكي بنفس الطريقة اهو، نفس الوضع. هفتح كل الكمية ونوريها لكم. هعمل معاكم دلوقتي ايه، هنحشي العيش زي ما انتم شايفين كده، تبقي ملياه علشان اولادك تحبوا تاكلوا بهذا الوضع كده. نخلص الكمية كلها ونرجع. ايه رأيكم في الشاورمي اللي احنا عملناها؟ شاورما بالبصل حلوة خالص زي بتاعت المطاعم واحلي. وتاكلي معاها فلفل، تاكلي معاها مخلل، تشربي معاها عصير زي ما انت شايفة. عاملين عصير مانجا. ودلكت الشاورما من جوه، شايفين الجمال، حلوة خالص وطعمها خرافة خرافة خرافة. يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو يعمل لنا لايك وشير واشتراك، ونشوفكم على خير بإذن الله.